الفرج هو اليسر والبلاء هو العسر، وربنا قال لنا سيجعل الله بعد عسر يسرا. ربنا هيجعل بعد البلاء فرج. طب امتى؟ صح كده؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان في قانونين بيتحكموا فينا في الدنيا دي. اول قانون: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. اللي هيتصدق ويسمع كلامي ويطبقه وصدق بكل ما انزلت هيسره للفرج وكل حاجه تدخله الجنه. طيب والقانون الثاني: واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. انما البخيل اللي ما بيتصدقش وخلاص استغنى، شاف ان هو مش محتاج ربنا في حاجه يعني، تمام، فما بقاش يسمع كلامه وما بقاش يطبقه، ومش بس وكذب في ايات، ولو كذب في ايه واحده بس، تمام، ربنا بييسره للبلاء. يبقى اذا في قانونين: اللي بيختار دي بيحصل له نتيجه، واللي بيختار دي بيحصل له نتيجه. وخد بالك عشان في ناس بتستغرب لما تلاقي ناس ماشيه على القانون التاني وغرقانه في الكبائر وما بتسمعش الكلام، وتلاقي ربنا مديها كل حاجه. ربنا قال ايه بقى؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. ربنا هيبتلي بالخير او بالشر، ربنا هيبتلي بالمنع او بالعطاء، دي بلاء ودي بلاء. ولكن اللي منع عنه بيحبه، منعه من ان هو يعمل كبائر اكتر من كده، واللي اداله كل حاجه بيكرهه، بيساعده ان هو يزود في الكبائر على قد ما يقدر. ربنا بيقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. لما نسيوا كلامي، لما قلت لهم ان دي حرام اوعى تعملها، اديته كل حاجه. ولكن حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. لما فرحوا ان هم خدوا كل حاجه مع ان هم ماشيين غلط، قبضهم قبل ما يتوبوا من الكبائر اللي عملوها. والصنف التاني اللي ربنا بيكرهه دول عايزين الدنيا بس. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هو مش عايز أي حاجة من الآخرة، هو أصلا طنش الكلام ونسيه. فإذا كل حاجة باختيارك، ربنا حاطط طريقين: اللي هيختار دي هيحصل له نتيجة، واللي هيختار دي هيحصل له نتيجة. عشان كده ربنا قال لنا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم اللي اختاروا، أنا ما كبرتهمش إن هم يختاروا الاختيار الخاطئ، أنت اللي اخترت. طب ربنا ليه هنا وصفهم بإن هم ظلموا نفسهم؟ لان هم اختاروا الاختيار الخاطئ، وعلى اساس هذا هيبقى في نتيجه مش هتعجبهم اذا كانت في الدنيا او في الاخره. طب انا الفرج هيجي امتى؟ بدعي بقالي سنين، صح كده؟ طيب نعرف فين المشكله الاول. واول خطوات حل المشكله ان انا اعترف ان في مشكله اصلا، فهتبدا تدور لها على حلول. انما طول ما انت شايف ان مفيش مشكله، انت وقعت نفسك في مشكله تانية. ركز معايا في الايتين دول: فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه، واما من خفت موازينه فامه هاويه، وما ادراك ما هي نار حاميه. واللي سيئاته اكتر من حسناته هيخش النار. فاللي اختار الاختيار الاول دلوقتي هو اصلا دلوقتي حالا حسناته اكتر من سيئاته. عشان كده ربنا قال لنا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم مين يا رب؟ مين الاولياء دول؟ الايه اللي بعدها على طول: الذين امنوا وكانوا يتقون. فعل مضارع، لسه عمالين بيتقوا، تمام كده، مش مره وخلاص، لا لا لا، مستمرين على التقوى. وربنا بيمتعوا متاعا حسنا في الدنيا كمان، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ده للي هيتقي. طب اللي اتقى اصلا هو دلوقتي في مخرج ورزق من حيث لا يحتسب. وربنا قال استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. اجل مسمى لحد ما عمرك كله يخلص. من وقت ما انت استغفرت وتوبت هيمتعك لحد ما تموت. طب ده للي هيستغفر ويتوب. طب اللي استغفر وتاب هو اصلا بيتمتع دلوقتي متاعا حسنا، اتيسر للفرج. طب اللي هو اختار الاختيار التاني اللي هو بخل واستغنى وكذب بالحسنى، ولو كذب في اي واحده، ولو ظن بس ظن خاطئ، ان بعض الظن اسم. واحد ظن ان في ربنا، واحد ظن مفيش الكلام ده، وديت نفسك في ده. ولو بتعمل بس ذنب واحد من الكبائر، سيئاته حاليا بقت اكتر من حسناته، فبينطبق عليه القانون التاني بان هو يتيسر للعسره، بيتيسر للبلاء، يا بالمنع يا بالعطاء. فربنا اطلع على قلب ده واطلع على قلب ده، لا ان ده عايز الدنيا بس فاداها له. زود 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 في الكبائر ده، وافرح وانبسط واعمل كل حاجه. طلع على قلب التاني مع انه غلط، بس لان هو عايز الاخره وبيحب ربنا وبيحب رسوله فبيساعده. فبعت له حاجه تكفر له ذنوب، وحاجه تعلي له في حسناته عشان يوم القيامه ما يبقاش سيئاته اكتر من حسناته. فده بيحبه. عشان كده ربنا قال لنا وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. انت اللي اخترت الاختيار ده، وبرغم كده وان انت غلطت انا بساعدك، بس في نوع تاني بسيبه. حتى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فالمصايب والبلاءات والمنع جاية تكفر لك في الذنوب، فتقلل في سيئاتك اللي بقت أكتر من حسناتك وتعلي لك في حسناتك. وفي خطر عليك إن أنت تموت في الوضع ده، إن أنت سيئاتك أكتر من حسناتك فينطبق عليك القانون التاني يوم القيامة. فربنا بيساعدك. في حل تاني إن أنا أرفع البلاء ده وإن أنا حسناتي تبقى أكتر من غير أي بلاءات، هنتكلم عنه. تقول لك خلينا نقول النقطه دي الاول. لو ربنا ابتلاه بالعطاء بان هو اداله كل حاجه،
ايه وضعه دلوقتي؟ ربنا بيقول لك فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، يعني ابتلاه تمام كده، فاكرمه، يعني ابتلاه بان هو اكرمه واداله كل حاجه، ونعمه فيقول ربي اكرمن، ده ربنا كرمني تمام. انت عملت غلط، مشيت في الاختيار الغلط، وبرغم كده ربنا راح مديله كل حاجه، فقال لك ده ربنا كرمني ومش عارف ايه، ده ربنا بيحبني. الصنف الاول ربنا ابتلاه عشان اختار الاختيار الخاطئ بان هو يديله كل حاجه، زود في الكبائر على قد ما تقدر تمام كده، ولكن هو قال ايه؟ افتكر ان ربنا كده بيكرمه. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، الصنف الثاني اللي هو ابتلاه بان هو يضيق عليه، يقرص عليه، فيقول ربي اهنا، فاكر ان كده ربنا بيهينه. ربنا راح رد عليهم قال لهم ايه؟ كلا، انتوا الاتنين فاهمين غلط. انت فاكر لما انت عصيت اوامري فانا اديتك كل حاجه انا كده بكرمك؟ لا، ده العكس. وانت فاكر ان انت برضو عشان عصيت امري ولو في ذنب واحد، ولو كدبت في ايه واحده تمام كده، هنتكلم عن كل حاجه دلوقتي، فضيقت عليك ان انا كده بهينك؟ لا، ده العكس. ده انت بحبك وده انا بكرهك. ده انت بساعدك عشان ادخلك الجنه وده بساعده عشان ادخله النار. هو اللي اختار، واطلعت على قلبك وعرفت نيتك وعرفت كل حاجه، فبساعدك على حسب نيتك، لكل امرئ ما نوى. ولكن ربنا برضو قال الاتنين، انتوا الاتنين غلطانين. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. انتوا الاتنين غلطانين، ولكن في صنف منكم انا هساعده، زي ما ذكر في آيات تانية، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، عذاب الدنيا، دون العذاب الأكبر، عذاب الآخرة، لعلهم يرجعون. يرجع عن الاختيار الخاطئ ده ويختار الاختيار الصحيح تمام كده. مش لعلهم يصبرون، يصبر انت مختار غلط اصلا. ربنا قالك يرجعون، ارجع ظبط حالك، قربنا نلم الورق. انت مش فاهم الصورة كاملة. انتوا خدت بالكم ان ربنا قدم الصدقة على التقوى؟ فاما من اعطى واتقى، الصدقة الاول، لو عرفتوا فضلها مش هتسيبوها طول حياتكم. طب ايه الحل دلوقتي؟ انا عايز الفرج يجي بسرعه، انا عايز المشكله دي تتحل، انا عايز اتجوز، انا عايز فلوس، انا مش عارف عايز ايه، ايا كان، انا عايز اتيسر لليسرى، عايز اتيسر للفرج. طب ايه الحل دلوقتي؟ اعمل ايه؟ طب ركز معايا في 3 نقط. اول نقطه، لازم نحدد المشكله، وحددناها ان سيئاتنا اكتر من حسناتنا. طيب رقم 2، الهدف بتاعي دلوقتي ان انا اخلي حسناتي اكتر من سيئاتي. رقم 3، في عدو بيتربص لك، هيحاول بكل ما اوتي من قوه ان هو يعطلك عن الكلام اللي انا هقوله لك ده، صدقني، وهيحاول يلهيك ويصرفك عنه باي طريقه، وهو الشيطان. طيب ناخدها نقطه نقطه. اخلي ازاي الحسنات اكتر من السيئات؟ فينطبق عليها القانون الاول، بان انا اتيسر لليسر واتيسر للفرج في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله. لما توصلت للنقطه دي اكتشفت ان اي ذنوب بتعملها وانت بتصلي بتتمسح، بتقرا قران بتتمسح، بتستغفر بتتمسح. ان الحسنات يذهبن السيئات. طب في ايه بقى؟ طب ما انا كده حسناتي اكتر من سيئاتي. لا، ما هو النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا بشرط واحد، لو بعدت عن الكبائر، الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تخشى الكبائر. لو اجتنبت الكبائر، وربنا قال لنا في القرآن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هسامحك على كل حاجة. يعني انت دلوقتي سيئاتك اكتر من حسناتك، لا، همحيها خالص واخلي حسناتك اكتر تمام. بس كده لا، وندخلكم مدخلا كريم، هدخلك الجنة كمان. وربنا اشترط ان انت عشان تخش الجنة لازم تكون حسناتك اكتر من سيئاتك. وربنا بيفهمك هنا في الآية دي ان انت لو بعدت عن الكبائر انت دلوقتي حسناتك اكتر من سيئاتك، فهدخلك الجنة. فاذا هتتمتع متاعا حسنا وتاخد كل اللي نفسك فيه في الدنيا كمان، لان حسناتك بقت اكتر من سيئاتك. وعلى اساس كده لو في اي حد متيسر للعسرة للبلاء ما يقولش انا ما بعملش حاجة، ما يقوليش انا ما بعملش ذنب، لا لا لا. يعني انت في بلاء ليه طالما انت حسناتك اكتر من سيئاتك تمام. الفتنة حاجة والبلاء حاجه. هنيجي للنقطه دي دلوقتي، ودي نقطه مهمه جدا، ولكن خلينا الاول اتكلم عن الموضوع بصوره عامه. فاصلا انت عشان محروم الرزق ربنا راح لك على لسان سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام، وسيدنا نوح مش بيتكلم من دماغه، ده رسول تمام. وربنا ذكرها في القران للتاكيد ان الكلام صحيح. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. فيديني ولاد ازاي وانا مش متجوز؟ هيجوزك كمان. ربنا بيقول لك استغفر عشان يجي لك الرزق اللي انت محروم. ليه استغفر؟ ليه؟ لان سيئاتك اكتر من حسناتك، فبيقول لك استغفر والحسنات يذهبن السيئات. استغفر، حسناتك بتعلى وسيئاتك عماله بتقل. طب اللي استغفر وتاب اصلا دلوقتي هو الرزق جاله. طب لو بتستغفر بقالك كتير وما فيش حاجه، استنى معايا للاخر. فمن النقطه دي بدات ادور ايه اكتر حاجه بتجيب حسنات، عايز اخلي حسناتي اكتر من سيئاتي. حتى ادور في حاجات كتير قوي. يعني مثلا منهم ايه؟ لقيت الصلاه في الجامع حسناتها رهيبه قوي. طيب ايه 5 صلوات في الجامع؟ اتحدى اي حد ينزل يصلي ال5 صلوات في الجامع ما يكونش حاله صلاح، بالذات الفجر والعشاء. لان انت لو صليت العشاء في جماعه بتاخد ثواب قيام نصف الليل كامل، كانك عمال بتصلي نص الليل كله. ولو صليت الفجر في جماعه حاضر بتاخد ثواب قيام الليل كله. فدي حسنات كتيره اهي، بتحاول تعلي في حسناتك. طيب دي نقطه.
لقيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا. الضيقين، عندك مشكلة مادية، عايز فلوس، عايز تتجوز، عايز ولاد، عندك وساوس، عندك أي مشكلة تخطر على بالك، ده سيدنا النبي اللي بيقول عليه الصلاة والسلام: كل هم فرجا. أي مشكلة أنت فيها حرفيا ربنا هيخرجك منها وربنا هيفرجها عليك. هتلاقي رزقك جاي لك اللي هو يشمل الفلوس والولاد والجواز، كل حاجة ده بتجيلك من باب ما يخطرش على بالك، عشان ربنا يعلمك ويعرفك إن هو اللي بيرزق. وسبحان الله، لما أنا كنت في مشكلة واستخرت ربنا أعمل إيه عشان أخرج من المشكلة دي، لقيت حد بيقول لي: الزم الاستغفار ربنا يحلها لك. فانا مش عارف يعني ايه يلزم الاستغفار. يعني اليوم مثلا كله اقول فيه عدد معين، 100 مثلا، جربتها مفيش اي حاجه. طب يعني الصبح 100 مثلا وبالليل 100، مفيش اي حاجه برضه. طب يعني ايه يلزم الاستغفار؟ فما فضلش غير احتمال واحد، ان انا طول اليوم. فبدات تندع وقتها والرؤى بدات تهل عليا، بدات المشاكل بتوضح اكتر، بعد كده بتبدا حلولها ايه وهكذا. بدات اعرف ان هي بسبب الكبائر، وبدات اعرف حاجات كتير قوي بفضل الله. ربنا حتى بيجعل مخرج من الكبائر، هعرفك ايه هي المشكله وهعرفك ايه هي المخرج منها وهساعدك ان انت تخرج منها. ففعلا لمن يلزم الاستغفار ربنا بيجعله مخرج من اي مشكله هو فيه. وانا عايزك بصيغه استغفر الله في سرك، انا مش عايز لسانك في الموضوع خالص، انا عايز قلبك اللي شغال استغفر الله، وتبقى مؤمن بقدره ربنا ان هو قادر يسمعك حتى وانت بتتكلم في سرك. تمام كده؟ دي بتاخد عليها حسنات تانية. طب ما فيش حضور قلب، كمل كمل وهتجيبك، دي ليها ثواب ودي ليها ثواب، ما توقفش ايا كان. ايا كان بتعمل ايه في ايدك، استغفر الله في سرك كده، استغفر الله استغفر الله. ولقيت اصلا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يا بخته اللي هيبقى في صحيفته موجود ان هو استغفر كتير. فشجعتني اكتر. اثناء الاستغفار ربنا الهمني بالكبائر ان هي سبب كل المشاكل اللي انا فيها. فبدات ادور واكتشفت فعلا ان انا كنت واقع في حاجه من الكبائر، كنتش اعرف ان هي ذنوب اصلا، مش وبفضل الله عرفت ابطلها ومش عارف ايه. فلقيت لسه ما فرقتش، قلت لا، في حاجه غلط. فاستغربت، وعد ربنا ان انت لو عملت الكلام ده هتفرج، هتتيسر لليسرى هتتيسر للفرج. يبقى انا لسه بعمل حاجه، يبقى انا لسه سيئاتي اكتر من حسناتي، فما تيسرتش لسه لليسرى. مع اني وقتها انا شايف ان انا حرفيا ما بعملش اي حاجه، ولكن انا عندي وعد من ربنا ان انت لو عملت دي هيحصل دي. طب ليه دي لسه ما حصلش؟ يبقى انا لسه واقع في حاجه. والشيطان هنا بدا يدخل لي بقى، شفت؟ مش بالاستغفار، مش بالكبائر، مش عارف ايه، دخلي دخله جامده قوي يعني، اعوذ بالله منه. وايه، ودخل من اقرب الناس ليا كمان. تمام كده؟ فقعدت استعين بالله: يا رب دلني، طب انا بعمل ايه؟ انا شايف ان انا ما بعملش اي حاجه، انا لسه ما اتيسرتش، يبقى انا اكيد لسه بعمل حاجه، بس انا مش عارف ايه هي. عمال بدور مش لاقي اي حاجه، حرفيا دورت على الكبائر كلها مفيش حاجه. يعدي يوم، اتنين، تلاته، مره واحده لقيت في حديث لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام جه في دماغي، اللي هو بتاع الشرك الاصغر. فقعدت ادور على الشرك الاصغر، لقيت الناس كلها بتقول رياء وتشاؤم بس، ولكن انا اصلا ضعيفه من الكبائر، اكيد ربنا الهمني بالحديث ده لسبب. فقعدت ادور بنفسي لقيتهم 11. مفيش، وقفتها من هنا فرجت من هنا. فعلا الوعد اشتغل معايا فعلا، واكتشفت ان ما كنتش بعمل حاجه فعلا. ده كان ظن، ده كان بس سوء فهم، مؤمن بحاجه غلط، بخاف من حاجه مش موجوده اصلا، وتسمى بالشرك الخفي لان هو عمل قلبي مش ظاهر. فانت عمال بتقول انا ما بعملش حاجه، صدقني لسه في حاجه ناقصه. كان الوعد اشتغل معاك، انا فعلا زيك قلت انا ما بعملش حاجه، بس لسه الوعد ما اشتغلش، يبقى انا اكيد لسه بعمل حاجه. خلاص كده؟ فما تقوليش انا ما بعملش حاجه. طب لسه ليه متيسر للبلاء؟ طب لسه ليه متيسر للعسر؟ كلام ربنا واضح، فاهم قصدي؟ لسه بتعمل حاجه بس انت مش عارف ايه هي. خد بالك ربنا بينقيك عشان بيجهزك ليوم القيامه يبقى حسناتك اكتر من سيئاتك. اوعى تظن بربنا ظن سيء. اكتشفت حاجه من الموضوع ده، ان ذنب واحد من الكبائر كفيل يخلي سيئاتك اكتر من حسناتك، فكفيل ان هو يدمر لك حياتك كلها في الدنيا، وكفيل ان هو يدخلك النار يوم القيامه. ذنب واحد، ظن خاطئ، ان بعد الظن اسم. اكتشفت ان الكبائر مش عايزه استغفار بس، ده عايزه توبه. وقفها فورا، وقفها نهائي. هسيب لك كام فيديو في الاخر، الكبائر والشرك الاصغر والعجب مش هيخرج بره. الذنب اللي انت بتعمله لسه معطلك، مش هيخرج من واحد فيهم. وعد ربنا حق، لو وقفتهم هتفرج. نيجي للنقطه الاخيره، الشيطان هيحاول يعطلك عن الكلام ده باي طريقه، وهو اخره وسوسه. واتكلمنا عن الوساوس قبل كده، وهو اخره بس يجي يحط لك فكره. واكتشفت ان تاج الذكر زي ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا في الحديث ان هو حمايه من الشيطان. اكتشفت لما بواظب على تاج الذكر 100 الصبح و100 بعد المغرب، الشيطان بيتجنن حرفيا، يئس خلاص، زي حسيته زهق مني. وطبعا لازم اذكار الصباح والمساء معانا. انا بسال نفسي سؤال: ليه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان دايما مواظب على اذكار الصباح والمساء؟ المشكله ان انا اتحصنت وعملت كل ده، ولكن الشيطان جالي من مدخل ما خطرش على بالي، راح حط لهم هم الفكره وهم جم قالوها لي. تمام؟ فخد بالك من النقطه دي.